السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أهلا بكم في قناتكم وحوش الأهلي. بيقول لك المنحوس منحوس ولو حطوا على راسه فانوس. ده بقى مش لو حطوا على راسه فانوس، لو حطوا على راس كل لعيب فانوس. وسبحان الله، كل ما العالم دي تيجي تحفل على الأهلي ربنا يوكسها بزيادة. كل ما يجوا ياخدوا فرصة على الأهلي ويحفلوا عليه يروح ربنا واكسهم بزيادة. شفتوا النهارده؟ الاسبوع اللي فات انبي راح مدي الزمالك على وشه. تعالى النهارده زد شبل لسه طالع راح ماسك الزمالك مسففه النجيله. هزيمه مدويه. شفتوا يا جماعه؟ عايز بقى اسمع اسلام صادق ومجدي عبد الغني واحمد الطيب ومحمد شبانه والناس دي كلها اللي كانت عماله تقطع في الاهلي امبارح. عايز اشوف بيقولوا ايه على الزمالك. الزمالك سف التراب. عايز اشوف حسين لبيب هيقول ايه على اسوريو. كانوا بيقول لك ايه؟ كابتن حسين لبيب لازم يدي الفرصه لاسوريو لان اسوريو جه في ظروف مفيش فلوس ومفيش لعيبه والقيد واقف في عز الوقت اللي فيه المنافس عنده قيد ولاعيبه وبتاع، فلازم ندي اسوريو وقته ونديله فرصته. اديله يا باشا وقته واديله فرصته. احنا كاهلاويه مش عايزين اسوريو يمشي، عايزينه يفضل قاعد. انا واحد من الناس بدعم اسوريو وعايزه يفضل قاعد في نادي الزمالك. عايزين نشوف بقى قرارات الاداره الجديده هتعمل ايه وهتسوي ايه. ما شاء الله بدايه عنب، هزيمتين ورا بعض، واحده من زد وواحده من انبي. عايزين نشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي. انا عايز اتفرج على الاعلام وعلى رضا عبعال ومحمد فاروق النهارده واقعد اسمع كده ايه اعلام الضلال ده هيقول ايه وهيطلعوا مبررات ايه وشماعات ايه للزمالك، عشان تعرفوا ان الزمالك لسه عزبة. يعني لسه عزبة. مش هنقول الاداره الجديده، الاداره الجديده لسه ما اشتغلتش ولسه ما عملتش حاجه. لعيبه عندها ماتش الصبح يقوموا يطلعوا 3 لعيبه من المعسكر الله اعلم راحوا يسهروا ولا راحوا يسطوا فين ومحدش يعرف عنهم حاجه الا تاني يوم. وبعد كده راح كابتن عبد الواحد السيد مش عارف عمل لهم عقوبه ايه وما حضروش المباراه. احمد فتوح، الزناري، محمد صبحي، ال3 اتجازوا واستبعدوا النهارده من القايمه خالص. ادي يا جماعه لعيبه الزمالك، ها، عشان الناس بس اللي بتطلع تقطع في الاهلي. ادي لعيبه الزمالك مش محترمين حتى النادي. بالليل من المعسكر وراحوا قلبين. احنا لما كان صالح جمعه في الايام الهيصه بتاعت صالح جمعه ده ويقول لك كان بيسهر وبيعمل، كان سيد عبد الحفيظ نفسه بيروح يلف عليه ويعمل عليه كبسات ويشوفه فين. فهو ده الاهلي، مش قاعد نايم. وبعدين نفاجئ بقى بايه؟ بالليله يا عمده. فيا جماعه انا مش طالع احفل على الزمالك ولا طالع اقطع في الزمالك ولا طالع اعمل حاجه. انا طالع بس انا متضايق من الهجوم اعلام الزمالك على الاهلي. طول ما انت مركز معايا ومش شايف شغلك هتفضل تقع. ركز مع نفسك وبص في ورقتك على رأي واحد واشتغل. وانت تروح دوري الافريقي وتروح دوري ابطال افريقيا وتروح كاس العالم للانديه وتبقى زي الاهلي ان شاء الله يعني بعد عمر طويل. ركز كده واشتغل وانت تبقى زي الاهلي. يعني اشرب اللبن يا حبيبي عشان تكبر وتبقى زي الاهلي. لكن احنا كل اللي احنا فالحين فيه نطلع نقطع ونطلع. اصل كولر مدرب كويس بس مش عظيم. اسوريو العظيم بتاعك اهو يا احمد يا طيب. اسوريو العظيم بتاعك اهو. نسيب بقى الزمالك
بعد ما خد على عينه هزيمتين ورا بعض نروح لباتشيكو. سيراميكا مسك بيراميدز بلطه سرماكو النهارده. سيراميكا غلبت بيراميدز 2-0 على استاد المقاولين العرب. مفاجأة النهارده الزمالك اتغلب، وادي بيراميدز بيتغلب. وادي كل اللي بيحاول بس يشمت في الاهلي ربنا بيوقعه في شر اعماله. باتشيكو اول هزيمة ليه. القندوسي النهارده جاب جون جميل جدا، وكان ماتش جميل جدا جدا جدا. عايزين نشوف بقى ادارة بيراميدز هتطلع تقول ايه في الماتش ده. كان لما الاهلي يلعب مع بيراميدز ويحصل اي حاجه تلاقي هاني سعيد ده يلف العالم كله بالتليفونات. تعالوا النهارده نشوف ماتش بيراميدز بيلعب بكل نجومه. عبد الله السعيد، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، احمد سامي، بص كل نجومه بيلعب بكل نجومه. بس بصراحه عندهم حته جون خرم عنب. احمد الشناوي ده تشوط عليه تلاجة من اخر الدنيا، ويجي يتهكموا على محمد الشناوي اللي هو احسن جون في مصر. هو ربنا بس ايه بيظهر بس شوية حاجات كده. ادي احمد الشناوي، وادي الاجوان اللي دخلت فيه. واتفرجوا، ولسه ده احنا لسه في اول الدوري. انا كاتب على البوست بيراميدز يهدي الدرع للنادي الاهلي. طبعا ده حاجات سابقه لاوانها خالص، بس هو العنوان كده عشان النقطتين بتوع الثلاث نقط بتوع بيراميدز دول هيريحوا الاهلي جامد وهيخلوه يلعب باريحيه جدا. اما الزمالك لا، ما تحسبش الزمالك في المنافسه. ان شاء الله الزمالك مع اوسيريو هينافس على الهبوط. يعني الزمالك لو فضل مع اوسيريو، لو اوسيريو يكمل شويه لبعد يناير كده، هتلاقي الزمالك بايه في الشوال اللي ورا اللي بينافسوا على الهبوط دول. مش هنقول مع مين، هو اخر الدورة هنشوف، بس يعني اتأكد انه هيبقى من الستة الاخرانيين لو فضل مع اوسوريو كده وما لحقوش نفسهم. ادي الدوري النهاردة كان يوم جميل جدا ويوم سعيد جدا بهزيمة بيراميدز والزمالك. زي ما الناس دي بتفرح في الاهلي انا برضو فرحان فيهم ومبسوط جدا ان هم اتغلبوا. بعد اذنكم يا جماعه لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. بعد اذنك لايك عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. سلام عليكم.